عمو ممكن تديني لقمة؟ أنا ما أكلتش من امبارح. الجملة دي أكيد كتير منكم سمعها. أي طفل في الشارع ممكن يوقفك يقولك عمو ممكن تديني لقمة؟ أنا ما أكلتش من امبارح. أحيانا بتكون ناس كبيرة في السن وأحيانا بتكون ناس عادية في الشارع. الجملة كفيلة جدا إنها توجع قلبك وتخليك فعلا تساعد الشخص اللي قدامك، خصوصا إن الجوع هو أصعب شعور ممكن إنسان يحسه في حياته. تخيل بقى إن في ناس عايشة المأساة دي بكامل تفاصيلها، بس للأسف مفيش حاجة تساعدها ولا حتى في حد تاني يقولوا له إن إحنا جعانين ادينا ساعدنا اكلنا، بل ان الاكل فعلا بيكون موجود بس هم ممنوعين منه. للاسف المأساة دي بتحصل دلوقتي مع 1.5 مليون بني ادم. 1.5 مليون بني ادم بيعانوا من الجوع الشديد في قطاع غزة. 1.5 مليون بني ادم عظم وشهم برز من كتر الجوع. 1.5 مليون بني ادم بيقعوا واحد ورا التاني في الارض بسبب الجوع. امبارح عربيات الاسعاف في قطاع غزة اطلقوا صفارات الانذار كنوع من انواع الاعلان ان الوضع بقى خارج السيطرة تماما، كنوع من انواع الاعلان ان اللي بيحصل في غزة هو اكبر مأساة انسانية في العصر الحديث. Gaza starving to death.